في فيديو النهارده هقول لكم ازاي نعمل صينيه كنافه بالقشطه مقرمشه وخطيره جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد طعمها تحفه حلوه جدا جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي غايه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير للفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا هنعمل احلى صينيه كنافه مقرمشه وخطيره بجد تحفه جدا. اول حاجه هعمل السيرب علشان يبرد، وعلشان اعمل السيرب عندي 3 كوبايات سكر، هحط عليهم كوبايتين ميه بنفس الكوبايه اللي انا حطيت بيها السكر، وبعد كده هحط عصره الليمونه وشويه فانيلا، وبعد كده هقلبه مع بعض كده علشان ما السكر ما يبقاش فيه رواسي من تحت، تقلبتين كده، وبعد كده هرفعه على النار وبحط الشربات على النار، واول ما بيغلي بهدي عليه النار واسيبه ربع ساعه بالظبط، وهيبقى عندكم بالشكل ده. وبعد كده هو بيتقل اما بيبرد، وهسيبه يبرد براحته خالص، او حطوه في التلاجة او من قبلها بيوم هيبقى افضل. بعد كده عندي الكنافة، انا هستخدم الكنافة اللي هي المجمدة اللي هي من الهايبر دي، وبعد كده هقطعها بالسكينة بالشكل ده. هقطعها كده، انا عايزاه اقطعها صغير خالص بالشكل ده. ممكن تعملوها في محضرة الطعام بس ما تنعموهاش قوي، تبقى خشنة شوية كده. الكنافة وهي مجمدة بتبقى سهلة جدا ان هي تتفتفت بالايد. وده شكلها بعد ما قطعتها كده، لو فيها اي حاجة كده بفتفتها بايدي. بعد ما فتفت الكنافة كويس كده بالشكل ده، هحط الكنافة عندي في حاجة كده علشان هحط عليها باقي المكونات. بعد كده هحط عليها معلقتين سكر بودرة، معلقتين كبار، وهقلبهم كده فيها كويس في الكنافة، بيديلها لون حلو قوي. هقلب الكنافة في السكر كده، وبعد ما اقلب الكنافة والسكر كويس كده بالشكل ده، بعد كده عندي كوباية سمنة انا بس مدوباها في الميكروويف او زبدة، وبقلبها كويس في الكنافة كده. اهم حاجة ما سيبش ولا حتة ما فيهاش سمنة. اغلف الكنافة كويس بالزبدة او السمنة اللي انا حطاها. نص كيلو الكنافة بياخد كوباية سمنة او زبدة، ده نص كيلو، انا حطيت عليه كوباية. ولو انتوا هتستخدموا سمنة او زبدة براحتكم، بس ما تحطوش زيت. هقلبها كويس كده بالشكل ده لحد لما اتأكد ان الكنافة كلها اتغلفت عندي بالسمنة اللي انا حطيتها بالشكل ده كده. هتبقى عندكم الكنافة بالشكل ده كده. بعد كده عندي صينية دهنها سمنة او زبدة، بس حتة حلوة كده، دهنها دهنة حلوة، وبعد كده هوزع فيها الكنافة بتاعتي بالشكل ده كده. اهم حاجة وزعوا الكنافة كويس في الصينية علشان ما يبقاش فيها حتة فاضية، علشان اما نحط